اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل هنا اهو كفته الرز. شوفوا المقادير بتاعتنا. معايا دقيق الرز. انا بوريكم هنا فاضيه في برطمان، بس بوريكم الكيس بتاعه. يعني انت لو هتجيبيه من عند العطار بيبقى نفس الكيس بتاع دقيق الذره دوت، بس الكيس بتاعه بيبقى لونه ابيض، بيبقى نفس الشكل كده بالظبط. عشان لو انت حباه هتلاقيه عند اي عطار وقولي له دقيق الرز، هتلاقيه موجود. تمام. معايا هنا اهوت المقادير بتاعتي اللي هعمل بيها الكفته. معايا واحده كزبره وواحده بقدونس من الخضره، وممكن تحطي التلاتة شبت، بس انا ما حطيتش شبت، يعني حاطه كزبره وبقدونس. وحطيت عليها معلقه من التوم كده وقرن فلفل وبصلتين صغيرين. ده النص كيلو بتاعنا، نص كيلو اللحمه، وهياخد معانا كوبايتين من الرز، من دقيق الرز. تمام. هنخلط بس ايه المقادير كلها كده مع بعضها عشان ندخل البصل مع اللحمه مع الخضره مع كل ده يخشوا في بعض كده اهوت. وننزل عليها بالدقيق بتاعنا. هنعير برضو دقيق دلوقتي كوبايتين، كوبايه، وبعدين بعد ما نخلصها هنحط كوبايه تانية. اول كوبايه بحطها كده على بعضها، تاني كوبايه بحطها تدريجيا، بس هي بتاخد الكوبايتين. المقدار بتاعها بياخد الكوبايتين، انا بس بحطها تدريجيا عشان خاطر الخلاط بتاعي مش هيستحمل ان هو ياخد لحمه وياخد دقيق وياخد حاجات ويمشي بيها. تمام. ادي كده خلاص كل حاجه دخلت في بعضها، فبنقصها بقى شويه لاني مش قادره تمشي. بعملها بقى على مراحل، بس لما احط البهارات لازم احطهم كلهم مع بعض علشان البهارات كله ياخد بهارات واحده. اهي بدأت تصبع معايا، بس برضو هي محتاجة الدقيق بتاعها عشان خاطر ايه ما تفردش معايا ما تشقش في الزيت ولا اي حاجة، ولا تعملش حاجة. حطيت كزبرة، وحطيت كمون، وحطيت 7 بهارات، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت بابريكا، وبهارات بهارات لحمة زي مرقة لحمة، يعني مش يعني بجيبها من عند العطار زي مرقة بودرة كده، بس بيبقى فيها توابل تقريبا، وفيها يعني بتدي طعم حلو للحمة يعني، للكفتة لأي حاجة، يعني تعتبر بهارات كفتة. خلاص هنزل بقى بالمقادير كلها، بالمقدار كله كده اهوت، واحده واحده لحد ما ايه كل الخليط يندمج مع بعضه. وبعد كده ابقى انقصه وازود الكوبايه التانية. خلاص بقى كده خلصنا. هنبدا بقى هنقص، وهعمل بقى الموضوع ده كده الباقيين مع نفسي، اللي هي الكوبايه التانية يعني. اهي بدأت تصبع معايا، فانا شايفاها بتصبع، بس برضو عشان هتشق مني وانا بقلي في الزيت. لو ما خدتش المقدار بتاعها كامل هتروح عامله شقه كده من النص. لا، انا عايزاها تبقى ماشيه مظبوطه ما فيهاش اي غلطه. خلاص كده اهوت انا عملتها، طبعا حطيت عليها الكوبايه التانية، وعملتها كده اهوت عشان ايه بقت واحده واحده مع تدريجيا مع الخلاط. إيه، بحط ايدي بقى كده في الزيت وبصبحها صبحها رفيع خالص، وحسب ما انت عايزه، بس مش بتبقى تخينه، بتبقى رفيعه خالص. طبعا بعد ما ارتاحت شويه، يعني ترتاح لها بتاع 5 دقايق كده اهوت. الكفته دي من اجمل الاكلات اللي ممكن تاكليها، يعني تعجبك جدا، وهتكرريها مرتين في الاسبوع مش مره واحده يعني. نبدا بقى كده اهوت نصبحها، نعمل بقى شويه اللي على قدنا، بس ما بتيجي تتحط على النار بتتحط كلها ما شاء الله عليها. يعني تحط حاطه الصلصه، وحاطه الرز، وحاطه الكفته بتتقلي، فهي كلها بتخلص في وقت واحد، مش بتاخد وقت خالص. هي اهم حاجه اللي هي بتجهزي الكفته، تجهيزات الكفته بس، وما بتاخدش برضو وقت، هي وقتها مش كتير. انا عندي هنا اهوت انا بعملها على طول، يعني ممكن تجهزيها وتحطيها في الفريزر. بس طبعا انا رمضان ده انا ما جهزتش اي حاجه، ما حطيتش حاجه في الوزن، كله بعمله كده معاكم عشان نصور معاكم بقى فيديوهات. كده خلاص خلصنا. هنحط الشعريه وبنحمرها كده في الزيت، وبجهز، وجنب مني بعمل الكفته. الكفته اللي طلعت مش هم دول بس، مش النص كيلو ده، فيه نصهم تاني، يعني في قد اللي موجود في الصينيه دوت. لسه بنتي بتصبع فيه عشان انا ايه الحق اعمل الحاجه واعمل الفطار بتاعنا، عشان الوقت كان بيضيع يعني. عشان انا بعمل دايما بالمطبخ بخشه بعد العصر، يعني انا اصلي العصر وادخل المطبخ اشوف بقى هيتعمل فيه ايه. لو هعمل محشي، بس طبعا ما عملتش محشي من اول رمضان بصراحه، غير شويه كوسه كده اهوت، ما عملتش محشي في البيت. فما جربتش ان انا اخش بعد العصر ان انا اعمل محشي. كل حاجه الاكل كله عملته بالشكل ده، كل اللي انا عملته نزلته معاك في الفيديو هو الاكل اللي انا عاملاه في رمضان.
خلاص كده. بص دي البصله دي انا عامله البصله دي اللي هي بتاعه الصلصه، بصلايه على فلفلايه حمرا كده اهو او فلفلايه خضرا، وبقليها كده اهوت في الزيت. بص كل حاجه موجوده ازاي، يعني الرز والكفته والصلصه، التلات حاجات. هنجهز الرز ونحطه بقى على نار هاديه، وده كده بقى مش هنمسكه تاني، ونبدا بقى نشغل في الكفته في الصلصه بتاعتنا. عشان ايه؟ الوقت اول ما بتغلي الصلصه وتتسبك بنزل عليها بالكفته زي ما احنا هنشوف بعد كده في الفيديو. الكفته بقى لو مش اخده الرز بتاعها مظبوط، بتروح عامله شق كده في النص في الكفتايه تبقى كلها مشقوقه دي كده، وتكش منك ومش عارفه دي كده مش بتبقى اخده المظبوط الرز المظبوط بتاعها. ادي اول حاجه كده اهوت. وطبعا مش هحطه كله في الصلصه، انا هسيب لهم برده ايه شويه كده اهوت ياكلوهم، علشان كانوا صايمين ما بياخدوش اي حاجه. طلعت كلها الكفته كلها، لكن انا لو بقليها هم فاطرين كان زمان نص الكفته اتاكلت يعني. هي الرصه اللي تطلع من الحله بتتاكل، اطلع غيرها تتاكل، الباقي لازم اخبيه. يعني اهم حاجه ان هو اخلي حاجه احطها في الصلصه. وادي بقى حطيت معلقه توم على البصله اهي. دي كميه تانية هي اللي هي ايه بنتي بتصبحها وانا واقفه كده اهوت هي بتعملها. معلقه صلصه كده اهوت، وننزل عليها بقى بالصلصه بتاعتنا اللي احنا الطماطم اللي احنا مفرزينها اهي بالشكل ده، واسيبها بقى تستوي خالص. وطبعا بتحط لها الملح والفلفل بتاعها عشان تتسبك وتبقى حلوه. خلاص كده حطيت مكعب مرقه. حابه تحطيه ممكن، مش حابه خلاص. اللي بيحب المرقه اللي بيحب طعمها في الاكل يحطها، اللي ما بيحبش طعمها فطبعا ايه مش شرط ان انت تحطي. حطي الفلفل الاسمر وحطي بابريكا وبحط الملح بتاعها وخلاص. البابريكا اساسي مع الصلصه على فكره، يعني عشان يبقى ايه، انا ممكن اكون حطيتها بعد كده اهو، بس هي البابريكا بتبقى اساسيه مع الصلصه لان هي اللي بتديها التسبيك، بتخليها تتسبك. خلاص الرز كده خلص بتاعنا، انا بوريكم الرز اهو كده خلص، والتسبيكه خلاص هتعتبر خلصت. بصي الكفته بقت عامله ازاي، بصي الكميه دي الكميه كلها محطوطين فوق بعضهم ومعرمين يعني. هنبدا بقى نحطها في الصلصه، واسيب برده ايه شويه للعيال ياكلوهم اللي هي ايه الناشفين كده اهوت، بما انهم صايمين وما عرفش حد ياكل منهم يضمضم معايا من جنبي حاجه، فخلاص اسيب لهم حبه. وهي بقى عملت كميه حلوه يعني. انا لو بعمل الكيلو مثلا على 3 مرات، لكن كده النص كيلو عملته على مره واحده، فبنبقي منه كميه حلوه يعني. خلاص كده اهوت. وادي الرز، ونعمل بقى شويه سلطه. هنا بنتي قالت لي تعمل شويه طحينه. هنعمل هنا بقى شويه الطحينه هي هتعملهم، فانا سبتها ايه تصورهم، تقول لي لازم تنزليها، فسبتها لها بقى انزلها لها الطحينه بتاعتها عشان ما حدش بيعرف يعمل طحينه الا هي يعني. والله ما عارفه هي حطت ايه، تقريبا حطت خل وحطت الطحينه، وطبعا دي شويه ميه اللي حطاهم جنبها في الكوبايه وبتقلب كده اهو. خلاص هنا بقى بنغرف كده، خلاص الاذان اذن، وبنغرف بقى الكفته بتاعتنا. بص منظرها بقى وهي طالعه كده عايزه اقول لكم الحله دي اتنسفت يعني من جمالها، والله اتنسفت. هتجربوها، الاكله دي جميله جدا جدا، انا بحبها جدا يعني. ممكن تحطي مع الخضار مع الصلصه دي بطاطس تستوي الاول، وبعد كده بتنزلي عليها بالكفته. ان الكفته ما بتستويش يعني، هي دوبك غلوه واحده وبطفي عليها النار عشان ما تنفش معايا، ولا هي ما نفشتش عموما ولا عملت اي حاجه. كده خلاص الوجبه بتاعتنا خلصت. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش بقى بلايك، ولو مش مشتركين في القناه تشرفوني بالاشتراك، واشوفكم على خير. سلام عليكم.